السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم نشارك معكم واحد الفيديو. غنشوفوا بعض الزراعات اللي درت وفين وصلوا. يعني ما نكذبش عليكم، انا راه فرطت في هاد الزراعات كان لاسباب خاصة. دابا غندوزو للذرة. هانتوما كما كتشاهدوا الذرة كان خاصها الماء، يعني تقريبا واحد 15 يوم او شهر ديال الماء، وانا راه ما تسوقتش ليها كما تيقولوا. عندي بعض المشاكل وبعض المشاغل هي اللي خلاتني تخليت عليها، ولكن الحمد لله واخا هكاك. كاين بعض الدورات اللي نجحوا، الحمد لله على كل حال. واخا كما غنشارك معكم هذا الفيديو ديال هاد الدورة وبعض الحوايج. هانتوما ما كملاتش في النمو ديالها، بقات صغيرة. يعني هي كون عطيناها بعض المياه وهذه، يعني كانت تكبر كبر من هكا وغتكون ناجحة. حتى دابا مزيانة، صالحة للأكل، صالحة للشلايض، المهم الناس اللي كيخدموا بها. عندي فيها تقريبا واحد الكمية كثيرة ان شاء الله. من بعد يومين ولا 3 ايام غنجنيها كامله، ويعني اللي بغاها مرحبا والف مرحبا. كما كتشاهدوا غندوزو لبعض الاحشاء وبعض الحوايج اللي هما الاعشاب الضاره اللي كثرات هنايا، والاهمال. باش نقول لكم الاخوان اللي عنده شي دومين ديال الزراعه، زعما ما يعطيش راسو لجهه اخرى. يعني الا عطيتي راسك لجهه اخرى ضروري غتهرس في داكشي اللي خدمتي عليه هذه مده. الحمد لله هادشي ان شاء الله غنقادو وغيكون في احسن ان شاء الله. وغنديرو بروغرام ان شاء الله وغنكثرو من غوت غوت. وهانتوما كما كتشاهدوا الذرة ما كملاتش في النمو ديالها، ولكن عندنا ما نديرو، هادشي اللي عطا الله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد للزراعة والدواجن. تابوناو عندي في لاشين ديالي، تباركوا على الجرس. اللي بغى شي استفسار ولا شي حاجة مرحبا والف مرحبا. هانتوما هي ما كبرات شي شويه، ولكن هي راه طايبه، يعني مزيانه الاكل، يعني مزيانه. السماد ديالها كان مزيان. يعني هاد الاواخر ديال هاد الحراره كان خصها كثرة المياه، وانا ما سقيتهاش هي صراحه. يعني نسيتها، حتى الحبق ها هو ما حيدتوش. يعني بزاف ديال الحوايج ما درتهمش. يعني ما يمكنش تكون خدام في جهه اخرى وتتبع الزراعه. راه ما يمكنش تعطيه 2 مرات نتايا، راه لا اله الا الله. ولكن بعض الامور ان شاء الله غنقدو ليها بروغرامات ديالها، وهذا ما كان. المهم نخليكم في الذرة كما تشاهدتوا. لا تقريبا هي دابا هذه تقريبا كامله ان شاء الله غتحيد. كاين محصول زوين هنايا والبركه ديال الله. المهم الحمد لله. كما كتشوفوا هاد القرعه هادي انا زرعتها في جهه وسقات ليا في جهه. هانتوما فين وصلات لهنايا هاد القرعه السلاويه او الرطيليه. يعني سرحات على الضيعه كامله كما كتشاهدوا. وهاد الذرة ما كتخلفش، يعني ملي كتحيدها صافي خصك تحيدها تحرقها كامله. ندوزو لعند الدجاج. وهاد العتلة عرفتي علاش هزيتها؟ ملي دخل تمايا البلاصه فين كاين تخشخيشه كيكونوا بعد ما عرفتش شنو كاين. مع شحال هادي ما وصلت انا لهنايا تكون شي حنس ولا شي حاجه. اللهم نديرو احتياط، نعطيو لهاد الناس هادو يشربوا. مع راه من الصباح ما عطيتهمش، يعني عطيتهم الماكله الصباح والماء حتى العشيه عاد ان شاء الله كنعطي ليهم. هانتوما يعني راه اي حاجه خاصك، يعني كتبغي الماء. راه حتى هاد الدجاج يعني المقابله ديالو صعيبه. يعني راه ما عنديش هنا، عندي في جهه اخرى. يعني عندي 3 ولا 4 ديال البلايص بحال هكا. يعني حتى هما غننظمهم ان شاء الله وغنديرهم في كوري واحد، باش ان شاء الله نكون قاد بهم وقاد بهذا الشيء اللي كنديرو ان شاء الله ديال الزراعات. هانتوما هذا الدجاج الفيوم الذهبي وخليط السلالات. مطيشه. هانتوما مطيشه
هادي مطيشه راه قلت لكم والله ما زرعتها انا، راه كبرات بوحدها سبحان الله العظيم. يعني ما فهمتش هاد المطيشه كيفاش خرجت هنايا حمراء. هانتوما بزاف ديال الحوايج جيت هنا لقيتهم تبدلوا، ما فهمتش. هانتوما هادي قرعه هادي قرعه ستويه اللي كتعلق. هانتوما طلعت فوق العشه ديال الدجاج يعني. هانتوما سبحان الله العظيم. هادي هي العتله البلوطه اللي غندخلو بها لهاد البلايص اللي كيكونوا شويه. هانتوما هادي قرعه، هادي قرعه سلاويه او قرعه رطيليه كما تيقولوها رطيله. تبارك الله نتوما شوفوا الحجم ديالها، تكون تقريبا فيها واحد 5 كيلو ولا 6 كيلو. هانتوما تبارك الله وصل عندي ديال شي كسكسو غدا ان شاء الله. هانتوما غادي تكون مزيانه. راه غيكونوا بزاف هنا ديال القرعات. انا راه شحال هادي ما دخلت لهنايا، يعني شي مده ديال شهر ما دخلت لهنايا. حتى المره ما كناش كنطلقوه صراحه، عطينا شويه د الاهمال. ولكن هادشي راه ما تيبغيش الاهمال، راه كيبغي المداومه. الا بغيتي شي حاجه تصدق لك خاصك تعتني بها. كاين هاد النباتات وهاد الاغراس وهادي يعني ما مش غنقول لكم لظروف خاصه. نتوما مطيشه عاوتاني فين كبرات بوحدها. هاد مطيشه ما يعني ما درت البذور ديالها، ما درت حتى شي حاجه يعني. هي خرجت هنايا في واحد الجهه سبحان الله. يعني داكشي جاي من عند الله سبحانه وتعالى. هاد الحبق هذا كلشي بس هذا كنت حولته وخليته هنا زعما باش نبيعو بقى هنايا صافي. يعني انا قلت لكم الاهمال راه تيخرج على بزاف ديال الحوايج. الا كان عندك واحد التخصص في الزراعه، الانسان يبقى يعني خدام غير في الزراعه، ما خاصوش يتخصص بزاف ديال الحوايج. هانتوما الكراس سبحان الله. هانتوما تبارك الله القرعه هادي راه سرحات كامله ان شاء الله. مازال خصها الخدمه باش ان شاء الله تكون في حاله جيده، وان شاء الله غنعطيوها حتى هي واحد ان شاء الله واحد السيمانه. هانتوما هاد مطيشه سبحان الله خرجت على هاد الحوض هذا كامل. يعني فين ما مشيت تلقى مطيشه، وراه ما زرعتها انا، ما درت فيها حتى شي حاجه. فين جيت لقيتها. شوف سبحان الله العظيم. واش كان داك الغبار فيه الزريعه ديال المطيشه اللي كنت ندير شحال هادي؟ تقدر تكون من هذاك الغبار اللي كان نديرو في السماد. يقدر يكون فيه بعض البذور ديال الطماطم ودار هاد خرج هاد. هانتوما هاد القرعه راه سبحان الله عرفتي كتسرح على لا الا عندك ضيعه على قدها راه تسرح فيها. هاد الحامضه هانتوما تبارك الله الحامض قداش كبر يعني طايب يعني مزيان. هاد الشجره في حاله جيده. يعني كما بغيت يعني نشارك معكم هادشي اللي كندير، وماشي اللي كندير غير مزيان يعني باش تعرفوا بان الحاجه الا فرطتي فيها راه كون اكيد ما غتبقاش كما كانت. الا قلبتوا بعض الفيديوهات غتلقاوني انا كنت داير بزاف ديال يعني كنت عاطي الاهتمام بزاف ديال هاد الغرس وهاد الاشجار وهاد يعني فرطت انا تقريبا هي واحد الشهر، تقريبا هي شهر باش فرطت. هانتوما الزيتون تبارك الله خاصو مازال تا هو الخدمه باش ان شاء الله يكون تا هو مزيان. المهم هانتوما الزيتون راه ناضي ضروري تا هو خصو شويه ديال الخدمه باش يكون مزيان. كرموس كذلك ان شاء الله غيكون مزيان. او ضروري خاص العنايه والسقي بانتظام. ايوا تهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. مع السلامه.